تخيل انك بتعرض بضاعتك مرة واحدة بس بيشوفها آلاف العملاء كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في البودكاست الخاص بموقع جملة اكسبريس، وهو اكبر سوق جملة في مصر. واللي بنهتم في البودكاست دوت ان احنا نعرف اصحاب المصانع ازاي يقدروا يطوروا من مصانعهم، ازاي يقدروا يبيعوا بالجملة، وازاي يقدروا يوصلوا بعملاء اكتر داخل وخارج مصر. وان شاء الله فيما هو قادم باذن الله هيكون في امكانيه كمان لتصدير المنتجات من خلال جمله اكسبريس والتوسع بشكل كبير جدا. بس خلينا في البدايه هنا نبدا نتكلم عن لو حضرتك صاحب مصنع او ورشه. انا هقول لك ايه في الفيديو ده او البودكاست ده هتعرف منه ايه. هتعرف ازاي تقدر تزود مبيعات مصنعك بالجمله بشكل عملي، بشكل واسع، بشكل اوفر فيو. ممكن تفهم ايه الطريقه اللي بنتكلم بيها، وازاي نقدر نسوق للمصنع بتاعنا، وازاي نقدر نزود مبيعاتنا بالجمله. بس قبل ما نبدا نتكلم خلينا نسال ونقول انت بتبيع ازاي اصلا. انت ايه الطريقه اللي بتبيع بيها بضاعتك في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه؟ هقول لك على حاجه. في الطبيعي اغلب المصانع اللي في مصر بتشتغل يا اما عن طريق ان هم بيورد بضاعته لتاجر جمله كبير، او بيروح لتجار التجزئه اللي يعرفهم او اللي يعرفوه بيطلبوا منه بضاعه بكميات معينه، او لو ليك محل او معرض بتبدا تعرض بضاعتك فيه، او مشغل ناس اونلاين او اوفلاين بيبيعوا لك بضاعتك اللي هم مناديب المبيعات. تمام؟ طيب، هل ده اللي موجود حاليا في التسويق بالجمله؟ لا، في جديد حاليا في التسويق في الجمله، وهو ان يكون لمصنعك متجر الكتروني خاص بمصنعك. ده هيكون حاجه مميزه جدا جدا لمصنعك، بحيث انه هيسهل وصولك لعملاء جدد من خلال البحث. العميل بيبحث اونلاين عن ولنقل انك مثلا تيشيرتات، بيبحث عن تيشيرت بالجمله عشان يبدا يبيعه. بيبحث بقى على الاونلاين، على اي حاجه، على جوجل، على الفيسبوك، على تيك توك، على اي حاجه بيبحث عليها، فبتطلع له انت موجود قدامه بتبيع التيشيرت ده، فبيبدا يطلب منك. ده بيسهل وصولك للعملاء، وبيزود فرص بيعك، وبيسهل فرص التواصل مع العملاء دول، وبيسهل عمليات الشراء لانها عمليه متبعه وليها سيستم واضح على الموقع او على المتجر الخاص بيك. بيقدر العميل يدخل يتفرج على البضاعه اللي موجوده حاليا ايه، ويبدا يقارن بين المنتجات الموجوده عندك والموجوده عند غيرك، والمنتجات الموجوده عندك واسعارها وبعضها، وايه الاسعار وايه الكميات المتاحه، فيبدا يطلب منك. يعني تخيل انك بتعرض بضاعتك مره واحده بس بيشوفها الاف العملاء كل يوم. وده فعلا اللي بيحصل لما يكون عندك متجر الكتروني خاص بيك. وطبعا عشان يكون عندك متجر الكتروني خاص بيك فانت محتاج منصه الكترونيه عشان تعمل المتجر ده، او محتاج تستخدم جمله اكسبريس، وهو ماركت بليس مخصص لاصحاب المصانع، او سوق مخصص لاصحاب المصانع. اي حد يقدر يسجل مصنعه ويبقى عنده متجر الكتروني جاهز خلال دقائق، وهنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. خلينا دلوقتي نتكلم عن الطرق التقليديه للتسويق، او الناس الطبيعيين اللي بيستخدموا، او اصحاب المصانع بيستخدموا حاليا التسويق الالكتروني ازاي. اغلبهم بيشتغل على الفيسبوك، على الجروبات او الاعلانات المموله. طب الاعلانات المموله ديت هي مبدئيا للجمله غير مجديه، لان مش كل الناس الموجوده على الفيسبوك هم تجار عايزين يشتروا بالجمله، لا، ليها طرق تانية عشان يوصلوا. العميل اللي موجود على الفيسبوك مش اغلبه مهتم بالشراء بالجمله، ودي مشكله كبيره ليك ولاعلاناتك، لانها كده بتكلفك في الفاضي مجهود كبير جدا في الرد على الاستفسارات. يعني تخيل انت عامل اعلان على موقع ولا على جروب ولا على الفيسبوك، بتبيع بالجمله بنطلون جينز، تلاقي حد بيسالك طب انا عايز قطعه، طب انا عايز قطعه، طب انا عايز قطعه. انت مصنع، انت محتاج تبيع من الثري دوت، محتاج تبيع منه 1000 قطعه، 1500 قطعه، 10000 قطعه، 10000 ثري. فانت محتاج كميات عشان تطلب منك. انما على الفيسبوك لما بتعمل اعلان بيجي لك ناس بتطلب قطعه واحده، قطعتين بالكتير، فبيكون الموضوع مش مجدي قوي معاك. تمام؟ الحاجه التانيه، لو مش هتعمل اعلانات مموله عشان تكلفه، هتحتاج تنشر بشكل متكرر، وده كتير جدا، ووقت وتضييع وقت كتير جدا ومجهود كبير جدا عليك. تمام؟ المشكله الاخيره في موضوع الفيسبوك ان هو مفيش طريقه للبيع مباشر. هو كل البيع من خلال الفيسبوك بيكون عن طريق الدايركت كونتاكت مع صاحب المصنع او البياع نفسه. الطريقه التانيه ان في ناس بدات تعمل جروبات على التليجرام وتنشر عليها يوميا البضاعه بتاعتهم او المنتجات المتاحه عندهم، ويبدا العملاء دوت هم يطلبوا منهم من خلال الواتساب او من خلال التليجرام. طبعا الموضوع ده كويس جدا، شغال كويس جدا، ناس كتير بتشتغل عليه، ولكنه محتاج نشر باستمرار، محتاج صعوبه كبيره جدا انك تزود العملاء بتوعك. التعامل مع الطلبات صعب جدا لانها مش ثابته او معهاش طريقه محدده للتعامل. الانتشار بتاع التليجرام او جروبات التليجرام بتكون صعبه جدا. تمام؟
طيب ايه الحل اللي بعد كده؟ انا هعمل متجر الكتروني خاص بيا. انشاء موقع خاص بيك ده حاجة من اصعب الحاجات اللي ممكن تفكر فيها كصاحب مصنع، لان دوت هيبعدك جدا عن شغلك انت الاساسي اللي هو اداره المصنع واداره التشغيل واداره المخزون واداره الخامات واداره الموارد البشريه اللي موجوده عندك والمبيعات والتسويق والكلام ده كله بتاعك. هيضيع منك وقت كتير جدا انك تعمل موقع الكتروني خاص بيك. دي فكره ممتازه جدا بس هتضيع منك وقت، هتاخد وقت كتير جدا قوي. ده اولا. ثانيا هتتطلب مبرمجين وناس محترفه ومتخصصين في تشغيل الموقع. حضرتك طبعا ما عندكش وقت انك تتعلم حاجه زي كده، وحتى لو عندك وقت هتضيع وقتك في انك تتعلم حاجه زي كده، لان ده محتاج ناس مبرمجين وشغالين بقالهم سنين السنين عشان الفاسيلتي بتاعه تجهيز الموقع ده. التشغيل والصيانه بتاعه الموقع، لو عامل موقع خاص بيك تشغيله وصيانته بيبقى مكلف جدا، وبيحتاج ناس مخصصين ومبرمجين متخصصين يكونوا شغالين على الموقع باستمرار عشان يحافظوا على اداء الموقع. الحاجه الرابعه، وجود الناس اللي شغاله على الموقع باستمرار ديت بيعلي لك التكلفه بشكل رهيب جدا في تكلفه التشغيل. يعني تخيل انك عندك مثلا واحد مبرمج على الموقع هو اللي ماسك الموقع، وده طبعا عدد قليل. المبرمج ده بياخد 12 ل 15 الف جنيه في الشهر. رقم رقم كبير في التشغيل. تمام. تكاليف التسويق على انك يكون عندك موقع الكتروني خاص بيك، هتدفع على منصات التواصل الاجتماعي اذا كانت فيسبوك او تيك توك او تليجرام او اي مكان منصه التواصل اللي تدفع عليها، وهتدفع على الجمل، وهتدفع على جوجل عشان تظهر نتائج في محركات البحث، وهيحتاج حد متخصص في الاي سي او. الاي سي او ده اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، ومواكبه او تعريف البضاعه بتاعتك او تعريف المقالات اللي عندك على الموقع والمنتجات اللي موجوده عندك على الموقع، وجعلها متوافقة مع محركات البحث عشان تظهر أكتر وتعلي معدلات ظهور في النتائج معدلات البحث. موضوع كبير جدا ومعقد إن يكون عندك موقع إلكتروني خاص بيك، وأنا ما رشحوش ليك خالص، وخصوصا إنك شغال بالجملة ما أنتش شغال بالقطاعي. الميزة في تاجر القطاعي اللي يعمل موقع خاص بيه إن هو بيكون شغال بالقطعة، فأي زبون داخل هيشتري قطعة هو كسبان. تمام. على عكس تاجر الجملة، تاجر الجملة ممكن يخش عندك 1000 زبون يشتري منهم 10، يشتري منهم 20، ولكن مش كلهم بيكونوا داخلين يشتروا بالجملة، فدي مشكلة كبيرة. طبعا احنا في جملة اكسبريس حلينا المشكلة دي. طب حليناها ازاي؟ احنا هدفنا في جملة اكسبريس اولا ان احنا نساعدك في التوسع وزيادة مبيعاتك وزيادة مبيعات مصنعك والبيع جوه وبره مصر. طب احنا حلينا مشكلة المتجر الالكتروني ازاي؟ انك من خلال التسجيل على جملة اكسبريس بيكون عندك خلال دقايق بالظبط متجر الكتروني مخصص لمصنعك ده، بدون برمجة وبدون عمليات تسجيل معقدة وبدون حد متخصص انه يعمل لك المتجر. انت بتدخل بتكتب اسم المصنع بتاعك، بتكتب رقم التليفون، بتكتب الايميل، وبتكتب الكود بتاعك او الباسورد بتاع المصنع بتاعك على الموقع، وبتبدأ تعرض منتجاتك عليه. طبعا عرض المنتجات على جملة اكسبريس عدد غير محدود من المنتجات، تقدر تضيف المنتجات بدون حد اقصى للعدد في الوقت الحالي. كل حاجة بالموبايل. انت في جملة اكسبريس تقدر تضيف المنتجات، تأسس متجرك الالكتروني، تأسس متجر الكتروني خاص بمصنعك بالموبايل، تضيف المنتجات بالموبايل، متابعة الطلبات شغالة بالموبايل، الرد على الاستفسارات ومتابعة التقارير، كل حاجة موجودة على الموبايل وانت قاعد في قلب المصنع بتاعك متابع كل حاجة. لو مفيش لابتوب موجود على الموبايل كل حاجة تقدر تعملها من الموبايل. طبعا انت في لوحة تحكم كاملة بتقدم لك تحكم كامل خاص بمتجرك، إضافة منتجات، حذف منتجات، تعديل المنتجات بتاعتك، متابعة الأوردرات، إنك تعمل كوبونات خصم، تشوف الريبورتات والتقارير اللي طالعة من المصنع من المبيعات بتاعتك. التقارير طبعا بتكون تقارير مبيعات وتقارير أرباح وتقارير مشاهدات للصفحات بتاعتك وعدد الأوردرات بتاعتك الموجودة. كل حاجة تخص مصنعك أو متجرك الإلكتروني موجودة بالكامل على جملة إكسبريس من خلال الأكونت الخاص بمصنعك أو المتجر الخاص بمصنعك. تقدر من خلال لوحة التحكم دي تتابع كل حاجة في الدنيا خاصة بمصنعك على موقع جملة اكسبريس. وكمان التسويق المجاني لمنتجاتك. يعني ايه بقى تسويق المجاني لمنتجاتك من خلال جملة اكسبريس؟ احنا في جملة اكسبريس عندنا مجموعة من المتخصصين في البرمجة ومتخصصين في تهيئة محركات البحث. كل منتج حضرتك بتضيفه على الموقع بيدخل عليه الناس اللي عندنا متخصصين في تهيئة محركات البحث او ال SEO بيدخلوا على المنتج بتاعك ويبدأ يظبط المنتج بتاعك ويظبط الخصائص بتاعته
الوصف بتاعه، الداتا اللي موجودة، بحيث إنها تكون متواجبة جدا مع محركات البحث، وسهلة الظهور جدا مع محركات البحث بشكل مجاني تماما لكل المنتجات الموجودة على الموقع. تمام؟ ده طبعا عشان احنا عندنا ناس متخصصة في موضوع ال SEO على الموقع. ده الحاجة الأولى. الحاجة التانية، أنت بتسوق لمنتجاتك ببلاش فعليا، لأنك بتعرض منتجاتك على سوق مخصص للبيع بالجملة. فمعروف جدا إن موقع جملة إكسبريس هو أكبر سوق جملة في مصر، واللي تقدر من خلاله تعرض منتجاتك على آلاف التجار المهتمين بالشراء يوميا، والتجار دول بيكونوا من جوه مصر ومن بره مصر. تمام؟ والميزه الاكبر في التجار اللي بيشوفوا من منتجاتك او المشاهدات اللي بتتم على منتجاتك على موقع جمله اكسبريس، ان هم كلهم عملاء مهتمين بالشراء. لان هو واحد داخل على جمله اكسبريس، هو داخل يشوف منتجات وعايز يشوف بضاعه بالجمله عشان يشتري ويبدا يبيع فيها. تمام؟ فهو عارف ودماغه ثابته وهو فاهم هو داخل على جمله اكسبريس عشان يشتري بالجمله، لان كل المنتجات اللي معروضه على جمله اكسبريس كلها منتجات معروضة بالجملة، فهو موقع متخصص للبيع في الجملة. فأنت كأنك بالظبط عارض بضاعتك أو عارض منتجاتك على سوق كامل، أو فاتح محل لنفسك في سوق جملة. كل الناس عارفة إن المكان ده مكان لشراء الجملة في البضاعة الفلانية. هو ده بالظبط جملة إكسبرس، هو سوق متخصص في البيع بالجملة، ودي ميزة مش هتلاقيها في مكان تاني. طيب، إمكانية التصدير. من خلال جملة إكسبريس إحنا بنوفر عرض لمنتجاتك على عملاء محليين ودوليين، فبسهولة جدا تقدر تصدر منتجاتك لبره مصر، وبسهولة جدا وبدون أي قيود تقدر يجيلك أوردرات من بره مصر. التعامل مع الأوردر في الوقت الحالي بيكون من خلال حضرتك بتشوف إيه المنتج المطلوب عندك، تبدأ تتواصل مع العميل وتشوف مكانه فين وتبدأ توصل له البضاعة بتاعته وتستلم الفلوس براحتك. فحاليا إمكانية التصدير متاحة من خلال جملة إكسبريس، مفيش أي مشكلة فيها إن شاء الله. وباذن الله في الوقت اللي قدام شويه ان شاء الله هنوفر كمان شركات للتصدير على الموقع باذن الله. ده العرض الخاص باصحاب المصانع والورش، واللي هم لاول 20 مصنع بس هيخشوا معانا في العرض ده هيحصلوا على اشتراك مجاني لمده عام، وهننشئ لهم احنا والفريق بتاعنا المختص هو اللي يعمل لهم المتجر الالكتروني الخاص بمصنعهم، وهنضيف عليه المنتجات بتاعتهم بكل بمجانا تماما طبعا ان شاء الله. فده عرض الاول 20 مصنع بس، اشتراك مجاني لمدة عام، إنشاء المتجر الخاص بالمصنع، وإضافة المنتجات الخاصة بيهم. تمام؟ يا ريت حضرتك تتشجع وتكون من أول 20 مصنع دول. هتشترك إزاي في العرض؟ أول حاجة هتسجل مصنعك، تدخل على الرابط اللي موجود وتسجل مصنعك. بكل بساطة هتسجل اليوزر نيم هنا والبريد الإلكتروني، كلمة المرور، وتضغط هنا أنا مصنع. هيطلب بعض الداتا البسيطة جدا، تضيفها برضه تكون بسيطة. هتسجل المصنع وهتعلق على الفيديو دوت باسم المصنع والمجال المصنع ورقم الموبايل اللي نقدر نتواصل معاه. كده انت اشتركت في العرض. هيكلمك حد من عندنا من خدمة العملاء وهيتواصل معاك وياخد منك بقية المعلومات او بقية الداتا اللي احنا محتاجينها عشان ننشئ لك احنا المتجر الالكتروني الخاص بيك على جملة اكسبريس. مرحبا بكم في جملة اكسبريس، اكبر سوق جملة في مصر. احنا في جملة اكسبريس هدفنا الاساسي ان احنا نساعد اصحاب المصانع ان هم يكبروا ويتوسعوا ويقدروا يبيعوا جوه وبره مصر بشكل اكبر وبشكل سهل وابسط. جملة اكسبريس هو سوقك وهو متجرك الالكتروني المجاني اللي تقدر تستفيد منه بالكامل وبكامل طاقتك الانتاجية، تقدر تبيعها من خلال جملة اكسبريس. www.jumlaexpress.com، اكبر سوق جملة في مصر. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن كيفية البيع بالجملة وإزاي تصدر منتجاتك بره مصر وإيه الحاجات المطلوبة منك وحاجات كتير. فلو أنت كنت من أصحاب المصانع المهتمين بالتصدير والمهتمين بالتوسع والمهتم بتطوير تجارته وصناعته، يا ريت تتابعنا على جملة إكسبريس. السلام عليكم ورحمة الله.